من اليوم وصاعدا انتهى زمن العاطفة، انتهى زمن المجاملة، انتهى زمن التطبيل لمن لا يستحق. الجزائر ليست ماطية تركب عند الحاجة، ولا صوتا يستغل ثم يسكت. كفى استغلالا لعاطفة شعب علم العالم معنى الوفاء ثم طعن في ظهره من أقرب الناس. نرى من يشكر من جاوعه، من حاصره، من باعه في سوق المصالح، بينما يتجاهل من وقف معه بلا شروط، بلا مقابل، بلا مصلحة. هذا ليس نسيانا، هذه خيانة موثقة وحقارة لا تغتفر. الجزائر كانت ولا تزال نارا تحرق الظلم، صوتا يجلجل في وجه الخيانة، يدا تمتد حين تنكمش الأيادي، ضميرا حيا في زمن المصالح والصفقات. لكن يبدو أن الوفاء لا يفهم إلا حين يفقد، وأن نكران الجميل أصبح عادة عند البعض. من اليوم وصاعدا لا تعاطف إلا مع الجزائر، لا قضية تعدو على الجزائر، لا صوت يعدو على صوتها، لا مبدأ يسبق مبدأها. الجزائر ثم الجزائر وفقط الجزائر. حسبي الله ونعم الوكيل.